اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيشي حياتك. معانا النهاردة دكتورة مريان. هي هتعرفنا بنفسها. اهلا بيكي يا دكتورة. أهلا يا مريم. أنا دكتورة مريان أسعد على ابلكيشن زمبليتا فيت. آه، مبسوطة إن احنا هنعمل بقى كلام براحتنا عن التغذية. آه، انا كنت عايزة اسألك شوية اسئلة، يعني الناس بتبقى محتارة قوي فيها. اولا معظم الستات في سن الأربعين بيبقى عندهم مشكلة كبيرة قوي في ثبات الوزن. يعني بيقعدوا يحاولوا محاولات جاهدة انهم ينزلوا وزنهم، ممكن ينزل كيلو اتنين تلاتة بالكتير، وبعدين هوب يقف يقف. نزول الوزن. ومن هنا بقى بيجي الإحباط، فيقولوا لا ده أنا، بيقعدوا بقى يكملوا ويحاولوا مرة واتنين وتلاتة وعشرة، واسبوع اتنين تلاتة مفيش فايدة، لسه يقفوا على الميزان يلاقوا نفس القصة، مفيش ولا ربع كيلو نزل. فمن هنا بيجي الإحباط ويقول لك لا بقى ده مفيش فايدة، يلا ضربوا الأعور على عينه، ده أنا بعذب نفسي على الفاضي. فاحنا عايزين نعرف ايه اسباب ثبات الوزن، ان هو ما بينزلش، وخصوصا عند الستات. وكمان كل ما السن بيتقدم شوية بيبقى اكتر واكتر ثبات الوزن. فعايزين نعرف ايه اسبابه.